واول حاجه انت عايز تعرف اكيد ايه موقف صفقه يعقوبو اللي انا طلعت وقلت لك انه رسميا في النادي الاهلي، وايه سر ان انا هتكلم النهارده واقول لك يعقوبو للاسف مش في النادي الاهلي، وكمان اقتراب مروان عطيه بنسبه 95% من النادي الاهلي وصفقه جديده، وبعد الصفقتين اللي تم الاعلان عنهم خلاص اللي هو محمد كريستو ومحمد الضاوي وكمان خالد عبد الفتاح لاعب نادي سموحه، وايه تطورات النادي الاهلي وايه سر فضيحه نادي الزمالك اللي حصلت، وحاجه تحزن يعني او حاجه تكسف ان مرتضى منصور واحمد فتوح وعبد الله جمعه، وايه سر الخلافات والبلبله والكلام الفاضي اللي حصل داخل نادي الزمالك. هعرفك كل حاجه ولكن بعد ما تصلي على النبي ويلا بينا. اولا كده سر اختفائي كان بسبب ان وفاه اخت واحد صاحبي، ودي شباب زي وزيك بالظبط، فنتمنى لها الرحمة وربنا يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته إن شاء الله. نرجع بقى لموضوعنا. أول حاجة كده موضوع يعقوبو عبد العزيز يعقوبو، الصفقة اللي كانت جاية النادي الأهلي، وبالفعل اللاعب جه القاهرة، وبالفعل اللاعب عمل كشف طبي في البرتغال وكمان عمل كشف طبي هنا في القاهرة. حكاية ان يعقوبو ما يكملش بقى مع النادي الاهلي كانت بسبب ان اللاعب ده عنده اصابات سابقة كتير، رغم ان هو اجتاز الكشف الطبي اللي كان في البرتغال وكمان اجتاز الكشف الطبي اللي كان في القاهرة، ولكن دكتور النادي الاهلي قال ان هو عايز يشوف الاشاعات تاني ويشوف من كذا زاوية. بص هو في حاجة كده يعني هي علمية شوية، ولكن احنا يعني عشان بس ما تتوهش معايا الموضوع بكل بساطة، ان في رجل اللي هي رجله الشمال، الرجل دي معرضة للإصابة اكتر من الرجل اليمين اللي هي ما فيهاش حاجة اللي هي سليمة اللي هي طبيعية، فالرجل دي معرضة اكتر. وما تنساش ان النادي الاهلي هيدفع رقم، النادي الاهلي هيدفع 2 مليون ونص تقريبا، ف2 مليون ونص دولار، فالمفروض ان انا جايب لاعب جاهز من مجاميعه. طب هتقول لي يا عم ما انت طلعت واتكلمت وقلت الراجل ده مكسر الدنيا في البرتغال. ايوه بالفعل هو كان مكسر الدنيا في البرتغال، ولكن المشكلة في حاجة ان انت عندك ملاعب البرتغال غير الملاعب اللي انت عندك في افريقيا. انت شوف كده لما تروح جنوب افريقيا وتلعب ماميلودي سان داونز، ولا لما تروح تلعب القطن الكاميروني في الكاميرون، هتلاقي الملاعب زفت بمعنى الكلمه، يعني الملاعب بس ما يتلعبش عليها كوره، فعايزه ناس من الاخر مفيش اصابات سابقه تعوق الدنيا بتاعته لما يجي يكمل في الملعب، لكن اللاعب ده معرض جدا للاصابات، فبالتالي النادي الاهلي قال لك يا عم خليني في الامان. وانا بحيي الاداره الطبيه في النادي الاهلي على ان هم عندهم من الشجاعه ان حتى لو اللاعب اجتاز الكشف الطبي، ولكن انا اعمل له كشف طبي تاني، انا ارجع تاني واعمل له كشف طبي تاني واتاكد من ان اللاعب ده الهيستوري بتاعه ده هيأثر عليه يعني الحاجات اللي كان عاملها قبل كده سواء بقى عمليات او خلافه هتأثر عليه في اللي جاي ولا لا. ما تنساش ان الحركه دي حصلت قبل كده مع مشاري بوف، وبرضه كنا رايحين نجيب مشاري بوف لاعب النصر السعودي وكنا هنجيبه برقم، واللاعب ده كان عنده غضروف اساسا يعني، فما كانش هينفع ان النادي الاهلي يكمل، وطلعنا وهاجمنا وقلنا ان ازاي ومشاري بوف، وطلع ان الجهاز الطبي هو الكسبان وهو اللي كلامه طبعا صح. فدي حاجة تحترم بالنسبة لموضوع يعقوبو. طيب هل في بديل بقى ليعقوبو الراجل الفذ الراجل الجامد الراجل اللي مش عارف ايه؟ بكل تأكيد في بديل، والبديل بديل افريقي، ولكن في تكتم عليه لحد دلوقتي احنا مش عارفين اسمه ايه، ولكن البديل افريقي. طبعا في كلام كتير سمعناه في خلال اليومين اللي فاتوا دول، هقول لك انا كل حاجة كده وواحدة واحدة. يعني بالنسبة للنادي الاهلي اكيد سمعت عن فينست ابو بكر ان هو لعيب فري، ونادي النصر السعودي بعد ما جابوا كريستيانو رونالدو فهم بالتالي عايزين يسيبوا ابو بكر، وابو بكر دلوقتي حر، فيلا بينا ويلا نروح نتعاقد معاه. انت عارف ابو بكر اساسا بياخد كام؟ ابو بكر العقد بتاعه 6 مليون دولار، ف6 مليون دولار واللاعب مش ناوي يتنازل عنهم، والفرق والجاب بعيد قوي بين اللي هو هياخده وبين اللي النادي الاهلي يعني هيدفعه او عايزه. النادي الاهلي ممكن يوصل ل 3 مليون، ممكن، وده حاجه كمان مش اكيده، بس هو ممكن يوصل ل 3 مليون. وما تنساش طبعا ان فينست ابو بكر لعيب عالي، وانت مش هتحتاج حاجه تاني، ومهاجم فز ومهاجم افريقي ووحش وهيدر وفي كل المزايا، ولكن ما تنساش الراجل ده دلوقتي
الراجل ده جاي له عروض في الدوري الانجليزي، فهل هو بقى هيروح يلعب في الدوري الانجليزي ولا هيجي يلعب في مصر؟ اكيد هيختار الدوري الانجليزي حتى لو بفلوس اقل، يعني حتى لو بفلوس اقل، او حتى لو هيتقاضى نفس اللي هياخده او نفس اللي هيديهوله النادي الاهلي. لو النادي الاهلي سي مثلا يديله 3 مليون يورو او 3 مليون دولار، وهو هياخد مثلا في اي فريق في الدوري الانجليزي هياخد 3 مليون دولار، فهو اكيد هيروح للدوري الانجليزي. ده بالنسبه لفينس ابو بكر، يعني موضوع مقفول وما فيهوش كلام كتير. جوني بوكا ومعروض على النادي الاهلي ومش عارف ايه. عايز اقول لك ان هو مش معروض على النادي الاهلي ولا حاجه، ولكن هو ده لا يقل من جوني بوكا. جوني بوكا لاعب ممتاز ولاعب هايل، ولكن مش هو ده اللي احنا عايزين. احنا عايزين احسن من جوني بوكا. طيب لو ما وصلناش بقى الحل، ممكن نفكر في جوني بوكا. طب حته ان جوني بوكا ده يترمى الاسم ده دلوقتي هيغلوا من قيمه اللاعب. حركه للاعب بحيث ان هو تزود في مثلا في موضوع شراء لما يجي مثلا النادي الاهلي يعرض او كلام من ده، نظهر اللاعب ونبروزه، شغل وكلاء وكلام من ده. المهم ان جون ايبوكا اكيد صفقه كويسه او كل حاجه، ولكن احنا عايزين اعلى من جون ايبوكا. وخلي بالك انا نسخه جون ايبوكا بتاعه انبي بالنسبه لي افضل من جون ايبوكا بتاعه سيراميكا، ولكن جوني بوكا لاعب كويس، ولكن مش هو ده اللي احنا عايزينه في النادي الاهلي. عايز اعلى من كده، والصفقه اللي هتيجي صفقه هتكون اعلى من كده. في برضه لعيب بيلعب في الدرجه الثانيه في الدوري الفرنسي، اتقال اسمه كراسو ولا مش عارف مين. كراسو ده مش موجود ومش معروض على النادي الاهلي. ممكن يكون من الاسماء اللي اتطرحت، ولكن مش ده اللي الراجل مارسيل كولر. طبعا احنا عارفين ان مارسيل كولر هو اللي بيختار كل حاجه، فمارسيل كولر محدد هو محتاج ايه وايه البدايل بتاعت كل واحد. يعني مش يعني في بلان بي، اكيد في بلان بي عند مارسيل كولر. فما نتعبش نفسنا ونفضل نطلع في كلام مش هيؤدي الى نتيجه بالنسبه للنادي الاهلي في الاخر، ولكن هي كلها اجتهادات صحفيه. كل واحد بيطلع يقول اسم من دماغه او شويه لعيبه هنقول اساميها عشان تعمل بس ايه رواج كده في الدوري المصري او حاجه، ان مثلا ممكن يلقطها الاهلي ممكن يلقطها الزمالك، وشغل وكلاء يعني مالناش دعوه بيه. والموضوع الثاني بالنسبه لمروان عطيه، فمروان عطيه بنسبه كبيره قوي ان شاء الله خلاص مضى في النادي الاهلي. اللعيب مضى في النادي الاهلي واللعيب رغبته النادي الاهلي. وطبعا الباشمهندس محمد مصلحي طلع وقال اللعيب رغبته في النادي الاهلي، والقرار كان للعيب واللعيب مختار النادي الاهلي. والاهلي هيدفع تقريبا حوالي 25 مليون جنيه، مع العلم ان انا معترض شويه على الرقم، شايف ان هو كبير، ولكن ده ماليش دعوه خالص. ان مروان عطيه لعيب جيد جدا ولاعيب ممتاز واضافه قويه، واهم حاجه ان هو عاجب مارسيل كولر، ودي بالنسبه لها لوحدي تكفي. بس شايف ان في مغالاه في السعر شويه، ولكن مش مهم، اللي الراجل عايزه احنا ننفذه. وهيبقى في صفقه تبادليه، يعني ممكن ياخد تقريبا عبد الرحمن مانو، وممكن ياخد معاه لعيب كمان من لعيبه النادي الاهلي. وبالنسبه لخالد عبد الفتاح الصفقه اللي هي زي ما قلنا خلصت، خدوا مكانها بالفعل حسام حسن وزياد طارق. زياد طارق اعاره لمده سنه ونص، وحسام حسن 6 شهور بنيه البيع بعدها. وخلي بالك زياد طارق انت ممكن تسترجعه في اي وقت في خلال السنه ونص، تفسخ الاعاره بتاعته وتسترجعه في خلال السنه ونص، ولكن بعد الموافقه من اداره نادي سموحه. اتمنى التوفيق للاعيبه النادي الاهلي دي. وكمان محمد محمود الكلام عليه، يعني بص الكلام عليه كتير. محمد محمود جاي له عرض من فيوتشر، او هو عايز يروح فيوتشر، والنادي الاهلي عايز يدخله صفقه تبادليه مع اللعيبه اللي هتروح الاتحاد، مع العلم ان ممكن عمار حمدي كمان يروح الاتحاد. اعتقد الافضل من وجهه نظري ان محمد محمود لو راح الاتحاد هيلعب، لكن لو راح فيوتشر اعتقد انه مش هيلعب بصوره جيده، لان في لعيبه مكانه وفي لعيبه شغاله اوريدي. لكن انت في الاتحاد ممكن تلعب، وتثبت نفسك. وما تنساش زي ما قلنا تاني والنبي، بلاش تناكع على الجمهور، عشان الجمهور يعني ايه مفيش حد بيتنك عليه، بالذات جمهور النادي الاهلي. ما ينفعش ان انت تحط راسك براس جمهور النادي الاهلي. ما ينفعش تقول انا مش هخش في صفقه تبادليه ومش عارف ايه، وانا اعلى من كده وانا اقل من كده. ما تنساش ان النادي الاهلي وقف جنبك كتير، وانت لاعب كويس، واحنا بنديك فرصه ان انت تطلع تبقى احسن، تقنع الراجل ترجع تلعب. بس الموضوع بسيط، الموضوع مش في ايد الاداره، الموضوع في ايدك انت لوحدك. بس انت اللي تقدر تثبت للراجل مارسيل كولر اللي انت قد اللعب في النادي الاهلي، وقد ان انت تلبس تيشيرت النادي الاهلي وتمثل النادي الاهلي بيه. اخر حاجه عايز اكلمك فيها، وهي والحقيقه هي حاجه تكسف، حاجه محزنه، حاجه يعني ان مرتضى منصور يطلع يقول لك كلام غير مسؤول، كلام اهبل، كلام عبيط. ان الراجل يطلع يقول انا عندي لعيبه بتتعاطى المنشطات، واللعيبه دي هي احمد فتوح وعبد الله جمعه. ما تنساش ان اللعيبه دي لعبت مع منتخب مصر، ما تنساش ان اللعيبه دي مثلت منتخب مصر. انت كده اساسا انت اولا بتهين اللعيبه، وبتهين نادي الزمالك،
وبتهين جماهير نادي الزمالك، وبتهين منتخب مصر، واللعيبه دي لعيبه منتخب مصر. فباي شكل من الاشكال غير مقبول ومرفوض. وانا واحد اهلاوي وبصراحه دمي محروق من ان هو يطلع يقول على مثلا على احمد فتوح كده. يعني انا بالنسبه لي احمد فتوح في حته تانية. والناس اللي بتربط بقى ان احمد فتوح يروح الاهلي وما يروحش الاهلي، دي ناس لا، هم في حاجات كتيره قوي هم مش واخدين بالهم منها. اول حاجه ان احمد فتوح ده راجل اساسا لسه في عقده سنتين مع نادي الزمالك، وراجل زملكاوي بيحب النادي، وما شفناش منه اي مشكله مع نادي الزمالك من ساعه ما لعب. فان يطلع مرتضى منصور يقول لك اللاعب ده بيتعاطى منشطات واللاعب ده بيتعاطى منشطات، وانا هجيب ناس تحلل لهم ومش عارف ايه. طب يلا يا سيدي، جات لك الناس اللي هتيجي تحلل اللعيبه دي، ليه كده؟ ليه المنظر اللي شكله اساسا مضحك؟ الناس لو خدته هتاخده كده سوكسي يضحك، حاجه تضحك. ليه تخلي اللعيبه عندك ما تديلهاش القيمه اللي هم فعلا يستاهلوها ويستحقوها؟ ليه دايما انت شايف ان انت سايق والباقي كله يعني كله انت سايق زي ما كانوا سايق خرفان كده وماشيين وراك؟ ليه كده؟ ليه التعامل اساسا بالشكل ده؟ لعيبه عندك لعيبه محترمه، ولعيبه عندها بيوت، ولعيبه عندها اهل، ازاي ان انت تطلع تقول عليهم كده وازاي تشهر بيهم؟ وطبعا انا موافق جدا احمد فتوح ان هو مرضاش يطلع ولا رضى يتكلم ولا اي حاجه، وكل اللي قاله الراجل قال انا خير نادي الزمالك عليا، وانا اللي عمل لي نادي الزمالك، وانا بحب نادي الزمالك، ومش عارف الناس دي عايزه مني ايه. يعني هو الراجل مش عارف الناس دي عايزه منه ايه. واحب اقول لك كمان ان اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات، زي ما مرتضى منصور عايز اللجنه الدوليه لمكافحه المنشطات، قالت هنعمل تحاليل للناس دي. واول واحد هرب من التحاليل دي عبد الله جمعه. طب عبد الله جمعه مشى ليه؟ يعني هو السؤال، عبد الله جمعه لما جم يحللوا عبد الله جمعه مشى. طب ايه سر اختفاء عبد الله جمعه؟ انا مش عارف. تمام. ناس تانية هتقول لك زيزو الراجل فيريرا مريحه من قبلها بيوم عشان عنده شد، فما فيش في زيزو اي مشكله ولا في اي كلام. احمد فتوح قافل تليفونه وما بيردش على حد ومش متواصل مع اي حد، وبصراحه حقه واخد موقف لحد ما نشوف هو هيعمل ايه او هيتصرف ازاي او ايه اللي هيحصل. ولكن مجملا انا شايف ان ده مؤشر خطر على نادي الزمالك. انا المفروض دلوقتي اطلع زي ما انا طالع واقول لك صفقات النادي الاهلي 1 2 3، اطلع واقول لك نادي الزمالك بيعمل 1 2 3. كل اللي عندي ان اسامه نبيه مشى وجابوا مكانه اللي هو اسماعيل يوسف ولا مش عارف ايه. ده كل اللي حصل في نادي الزمالك. فين اللعيبه اللي انت جبتها؟ فين الصفقات اللي انت عوضتها؟ فين اللعيب اللي مكان زكريا الوردي اللاعب اللي انت اساسا جبته لي شهرين ومشيته، اللي انا مش عارف هو جه في ايه ومشى في ايه؟ سامسون اكينولا اللاعب اللي اغلى عقد له كان $30,000، انت مش عارف جبته ب 800,000 ولا مش عارف ايه. فين الكلام ده؟ انت عملت ايه؟ ابراهيم انداي ده انا مش عارف هو زملكاوي ولا مش زملكاوي، هو لسه في الزمالك ولا مش في الزمالك، انا مش عارف، ما بنشوفوش. قول لي انت ايه الصفقات اللي انت عملتها لنادي الزمالك؟ هتقول لي في حجوزات وفي مش عارف ايه وفي ايه. فين قيمة نادي الزمالك من الصفقات ومن الكلام ده كله يا عم مرتضى؟ قبل ما تطلع تشتم في الناس وقبل ما تطلع تشوه صورة لعيبتك، اللعيبة اللي هي بتمثل منتخب مصر، ما ينفعش. وشايف ان ده مؤشر خطر جدا على نادي الزمالك، ولازم نادي الزمالك يرجع تاني يقفل عليه عشان نشوفه بينافس ونشوفه بيحقق بطولات، عشان نشوف دوري محترم يليق بالكرة المصرية. ارفعوا من الكرة المصرية. ما هو ما ينفعش يبقى عندي غلطات في الاهلي والزمالك وامسك بقى وامسك الانديه الصغيره اسلخها. ما ينفعش. لازم الكبير هو اللي يكون قيادي. فنادي الاهلي ونادي الزمالك عليهم عامل كبير. لما يشوفوا المسخره اللي بتحصل في نادي الزمالك، فاكيد حاجه مش هتكون كويسه، او مش هقدر اتكلم مع الفرق الصغيره اقول لك شوف الفرق الكبيره بتعمل ايه. يا جماعه انتم بتمثلوا الكره المصريه، فاتمنى ان انتم تمثلوها افضل من كده. وختاما اتمنى ان انتم تدعوا لاخت صاحبي دي ان ربنا يرحمها ويغفر لها، واشوفكم على خير، وما تنساش تصلي على النبي، والسلام عليكم يا صاحبي.